عشان دخلنا شهر رمضان الكريم وبارك علينا وعليكم. بإذن الله هتكون معانا لعبة جديدة في شهر رمضان، ومن أولها لعبة هيرور فير. اللعبة دي حرفيا لعبة رعب، كنت بلعبها من أنا في تالتة ابتدائي. حرفيا لعبة خارقة، وكانت بتقطع الخلف حرفيا مرتين تقريبا، في مرتين في الثانية الواحدة. فالمرة دي بإذن الله هنلعبوها، بس قبل ما نلعبها هحط لك شيك في نفعل زر الجرس وبس. مبدئيا على ليفل 8، يعني لسه منزلها دلوقتي بسبب حركة جليتش كده بعمله، فيلا بينا نسمي نفسينا. نسمي نفسنا على اسم القناة نورمال نورمال عمر. تمام، بس نيم سيف. طبعا يا جماعة المرة دي بقى مش هنلعبوها كسرفايفر، هنلعبوا جيم كسايكو وجيم كسرفايفر. سايكو يعني مقتل عامة عشان اللي مش عارفها بس. فيلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجيم كسرفايفر. بسم الله يخرب شريط الرعب. فين يا جماعة بيبقى في رعب جامد جدا. طبعا أنا قفلت من الموسيقى، أصلا أنا في العادة مش عندي موسيقى، بس برضه قفلتها بالمرة. حلوة جماعة. اللعبة كلها فكرتها بتدور إن أنت بيبقى عندك جنريتور زي ده، بتصلحه وبتفتح شخصيات وسايكو. لاحظ إن السايكو بيشوف رجل خطواتك، فحاول تعمل كده. لا، وبرضه ممكن تعملها كل ما القلب ده يدق أسرع، كل ما السايكو يكون قريب منك. يا ريسك كيف كل ما القلب ده يبدأ يدق أكتر، كل ما السايكو أو المختل أو الوحش اللي هيجري وراك يكون أقرب منك. فلازم أنت تصلح 5 جنريتور عشان تهرب من باك إلا هو وانا شايف عني مكان جنريتور مش عارف. وأنت الرعب هنا حرفيا إن أنت مش عارف تيجي من أي حتة، بسبب إن السايكو ممكن يكون قدامك. فخلي بالك، تلاحظ إن السايكو ما بيفتحش الباب، بيفضل يهكر بالرجل عشان نكسره. ف والسايكو أول ما بيخبطك ضربة، تبدأ تمشي ببطء. الضربة الثانية اللي بعديها تبدأ تقع في الأرض، بيبدأ ياخدك يوديك على السجن عشان يحبسك، ولو قعدت في فترة بدون ما ينقذك أي حد حشنك. دي الفكرة الأساسية للعبة، فأتمنى تعجبكم. فكمل معايا الفيديو للآخر. طبعا الجيم الأول في اللعبة بسهل جدا، تقريبا كل ما عدا البوتات بسبب إن أول جيم. فيعني ما تاخدوش على الرعب دلوقتي. الرعب هيبدأ يظهر لما تطور في اللعبة، بس هتفرق الرعب من الأول. زي ما انتم شايفين كده، هي ضربة واحدة تبدأ سرعتها تزيد جدا، وبعدين بتبدأ سرعتها تقل. فطبعا بما إننا فتحنا جنريتور فريندز نروح للباب، هنقدر نهرب من نفسي. في بابين، باب هنا وباب من الناحية التانية. بما إني في هنا فبالمرة راح أفتحه. واحد كمان اتضرب ضربة. جندي ده أقوى تقريبا شخصية ممكن تفتحها، لو إنها عندها متوسطة في كل حاجة. أهي البيت اتضربت الضربة التانية. لازم ننقذوا كل الناس من ربحنا الأربعة. لو ما عرفش يشتم الأربعة كده يعتبر إكسنش. هو كده ضرب لنا التلاتة، كده حبس واحد. أنا هحاول أهرب ماليش دعوة لا. وكده يعتبر خلصت الجيم حرفيا من شيء ميت، كما يكونش 3 ثواني حرفيا. ده يا جماعة لا طول الدورات صح بالنسبة لستيم. كده أنا هريت ثانية. أفضل وبوست الجيم مع حرفيا ما لحقتش ألعب أي حاجة، خلصت الجيم. بس دي يا جماعة زي ما شفتوا ده جيم كده سريع، ده الأول. فحرفيا ده جيم أول كده على السريع. بلاحظ إن الجيم ده مبدئيا مش بيترتب عليه جيم، لأ ده حاجة بس كده لله المفروض. لاحظ إن الكلام ده كله يعني لسه كده ما تفتحش أي حاجة ليه. لسه القوة بقى هتبدأ تظهر لما تبدأ تطور في الجيم والرانك بتاعك يزيد. الرانك بتاعك غير ده، الرانك بتاعك بتاع الشخصية كل ما تكسب جيم 3 جيم ورا بعض بتعلى. بس كده يا جماعة عشان انتوا عرفتوا الفكرة الرئيسية، فيلا بينا بقى نلعب كسايكو. عشان هتلاقي صراحة ما بحبش ألعب شخصية عادية، بحب ألعب كسايكو. لما تعرف إن معاك ضباط كتير تعرف إن الجيم خسران بالنسبة لك. طبعا كل شخصية لها مميزات ولها عيوب. مثلا شبه شخصية الشخصية اللي هي بتاعت السريع دي، اللي هو شخصية السرعة، اللي هو بتاع جماعة اللي هو لاعب كرة السلة كنت بلعب بيه من شوية. ده حرفيا شخصية قوية جدا بسبب حاجة واحدة. جماعة كده اللي بجري ورا زي ما شفت.
أول ما أقرب منه كده بسرع خرن خط، هقدر شوية، وبعدين لأنه سايكو يعني مختل عقليا. مبدئيا طالما اتضرب ضربة كده لازم واحد يعالجه. عاوز ما شايفين الخطوات الحمراء بتاعته، يعني في واحد كده ضرب يعني كده واتحبس. هجري ورا الأخضر التاني اللي هو في الغالب واحد تاني، أو مش في الغالب، هو 100% واحد تاني. لازم نخش في أبواب كتير. لو خش في أبواب كتير يا جماعة هيبدأ يختفي. كده أنا بجري وراه. المكان ده أخطر مكان هو هتخشه كسايكو. يرجع ورا تاني، ده عبيط. جماعة تقريبا نص اللي بيلعبون دول مبتدئين، يعني ما لسه ما نقدر كتير، فنفتح منها. اوعى، لازم طول ما انت السايكو بيجري وراك تختفي عن الأنظار، أو اللي انت تحاول تعمل ايه، خش أبواب كتير، لأن السايكو عشان يخش وراك الباب لازم يضربك. عشان يخش وراك الباب لازم يكسر الباب، وعشان يكسر الباب بياخد وقت، فبالتالي هو كده انت كده ليك الأفضلية عنه. طبعا ادي تالت شخص اتحبس، مستحيل يعرفوا الأفضلية. هضطر ارجع ورا بقى عشان افضل عندهم. لاحظ ان انت طول ما انت عندهم مش هيموتوا اسرع، عداوا بالموت على الشمال فوق. طبعا اللعبة تبان لك سهلة وهي فعلا سهلة، بس مشكلتها لو انت بتلعب كشخص عادي تقع بقى في اللعبة دي. انت لو بتلعب كشخص عادي، هو طبعا مش هيلاقي حد يعالجه بسبب انه اتضرب. هو مش شخصية معالجة او الدكتور، فحرفيا مش هيلاقي حد يعالجه. اول ما يصوت سويتة واحدة هعرف مكانه وهمسكه منه بس. طبعا خلاص كده الشخص ديفير اللي فوق ده خلاص يعتبر مات. انا هفضل جوهم هموته من قبل. كسر الباب ده مرة زي ما شايفين بيحتاج وقت. تكسر الباب كل ما تطور شخصيتك البيبان بتتكسر أسرع. أهم بيبان لازم تكسرها في الماب دي هو بتاع البوابات اللي هنا، لأن الباب اللي هنا ده حرفيا أكتر باب مزعج لأي شخص. تعجن دي أبو خشب، إن دي أبو خلاص كده ومفروض بين يعتبر سبب إن إيه هذا تاني واحد مات. فين كسرت البوابات نجا، يعني الراجل أنقذ. برضه أجيبك هنا لباسك انت عارف التر كده هيبدأ يسرع. انا مسكت واحد تاني غير اللي انا كنت ماسكه، فكده هو عبيط حرفيا. وطبعا ممكن اخرب الجنريتور ما يصلحه قبل ما يتصلح ماك. ممكن تخربه، لو كان تصلح نصه سابوه جري وممكن تخربه. طبعا هو الولد التاني غدر بصاحبه وهيبدأ يجري ويسيبه، فأنا ممكن أستنى جنبه أو ممكن أجري، أعمل اللي أنا عاوزه. شباب ما قلت لكم اللعبة عايز تفكير صراحة، بس لسه مفيش خطوات. هو أول ما الشخص ده هيموت مش هيتبان غير واحد هجيبه من لباسه، وكده أبقى موت الأربعة حتى في ما يكونش ثانية واحدة. طبعا ده مستحيل في أي جيم محترفين أو جيم رانكات عالية إن أنت تموت الأربعة. لازم نهب على الرياض كده، خلاص ما بقاش غير واحد. كده هو يعتبر خسران بسبب إن مفيش غيره. كده كده الخطوات بتاعته بتظهر على الماب، تظهر كصورة خطوات خضراء على الأرض. كده كده هجيبه مهما حصل. هيجي هلف ورا الماب كله برضه في حالتين هجيبه. أول ما أشوف خطوات رجلي الخضراء هعرف مكاني، وزي ما شفت كان بيصلح الجنريتور. سكت الجنريتور ده كان بيصلحه عشان ما يكسر ما يعملوش. هطلع فوق هنا وأدور عليه. يا ترى أنت فين يا علي؟ افصل الماب. طيب تفصل بمعنى أكتر كل ما تساعد نفسك أكتر. هو كده كده أول ما يروح السجن هيموت على طول بسبب من تصويره أصلا. عشان كده في ستاند من شخصية لونا اللي ورا أنا فتحها برضه بس ما بلعبش بيها. ميزتها اللي أنت ممكن تفتح السجن حتى لو أنت محبوس جواه لوحدك عادي ممكن تفتحها، لنفسك. يبقى هو في مكان الجنريترز في تشينج الجنريتور ممكن نستخدمه. كل ما تمشي على خطوات خضراء، طبعا انا شايفين سرعتي دلوقتي لو مشيت على خطوات خضراء تبقى سرعتي تقريبا الدبل. كل ما تقرب من الوضع اللي ماشي بالخطوات الخضراء دي.
طبعا أنا كاسر الباب اللي هنا، فكده عندي ميزة اللي ممكن أخش عليه في أي وقت أهو. خلاص في طار سؤال، في طار صورة غسلت من 4 كده. دي سهل نسبيا، أو سهل جدا كمان، مش سهل نسبيا. فدي يعتبر اللعبة أظنش اللي هي صعبة، حرفيا هي سهلة جدا، بس صعوبتها الحاجة الوحيدة في إيه هنا. صعوبتها هي هنا حرفيا إن أنت بالحاجات دي عشان تفتح شخصيات جديدة. طبعا مابل سبيتون ده من أصعب المواد اللي ممكن تفتحها في اللعبة كلها. ما أظنش إن في كده حاجة ممكن نعملوها أكتر. لو حبيت نلعب ريس نبين حاجة سعدية عشان برضو وريكوا بقى الصعوبة، ووريكوا حتى ينقطع الخلا. لو حبيتوا اللعبة أو عامل منها فيديوهات كتير، اكتبوا تحت في التعليقات استنى فيديو جديد من لعبة تانية بإذن الله ينزل بعد على طول، أو فيديو بكرة ضامن. أول ما اتولدنا ضرب على طول في دماغه، يعني لا إما مات لا إما حد خبطه بحاجة في دماغه، بيموتوا فترة زمنية معينة ويجيبها. طبعا في مميزات برضو. لو عايزين الحاجات اللي أنا كنت بنيها دي من شوية، دي مميزات بتفتحها. حرفيا مش لاقي جنريتور عشان أعمله. الميزة بتاعت الحاجة اللي قلتلكوا عليها هو اللي أنت ممكن تقفله شخصية كل ما تطور أكتر بتلج تساك وهو رايح. زي ما أنت بتقاطع الخلف هيحصل باتل. تتحب هبك يعني هاتي أسرع فترة زمنية معينة، وبعدين كده هبدأ أموت. زي ما شفت هبدأ أمشي بالراحة خالص خالص خالص. فالسينج زي ما قلت لكوا حالات السايكو أسهل بكتير من اللاجئين. فاختار لهم هيلث بقى تاني يوم. السايكو باين اللي هو بيعرف يلعب، ولونا دي الشخصية التلقائية اللي بتقدر تتحرر. بعيد عن بعض لازم تتفرقوا، هو حد ينشل عن التاني. بنت اتضربت تعبيطة، تطلع من ذلك كانت هتقف شوية لما أخوك لما لما تلقوا الجيم صعب مش سهل خالص. غير كده أنا خلاص هتكل على الله دلوقتي. خلاص سايكو قرب منهم، هما الاتنين هيلعب بيهم دلوقتي. انت عم تقولي تصلح خلاص بس صلح. الله اتنين جنريتور ورا بعض طبعا لازم كل شوية كل فترة معينة تبدأ تصوت. ريتا المفروض كانت تعمل حركة. خلاص كده هي جابت، وكده السايكو جابنا احنا التلاتة، ودي حاجة صعبة. كده يا جماعة أنا اتكلت، وكمان اللي معايا اتكلوا. علم كانوا شايفين اتكلت على الله بسبب، وعليت إن ما كنت كسبها. لازم لكل شخصية ليها راني، يعني مش انت لوحدك، لكل شخصية راني. فبس كده يا جماعة، ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم. لو عايزين نلعب رعب أكتر من كده اكتبوا تحت في التعليقات، بإذن الله مش هتأخر عليكم في الرد ولا في الفيديوهات. فبس كده، اعذروني برضو على تأخير في الفيديوهات. الفترة اللي فاتت كنت عندي مدرسة، كنت مزنوق جدا في فترة امتحانات، فيعني اعذروني دلوقتي في فترة رمضان. فبإذن الله هحاول أنزل لكم فيديوهات أكتر بكتير. فبس أشوفكم في فيديو جاي، مع السلامة.